السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا النهارده بنعمل جوله مع الفخار. جوله الفخار دي بقى بصوا، هي الحاجات دي ايه يا حاج؟ دي عشر غراب اضاءه إنارة. دي بتنور وبتطلع اضاءه خافيه من الخروم دي، اضاءه حمراء خضراء حسب ما تحطوا اللمبه. الست معانا بهي بقى هتقول لنا على الاسعار. عامله ايه يا حاجه؟ منوره. المكان اللي احنا فيه ايه؟ ده الشارع الجديد محطة هميس شبرا الخيمة. طيب واسعار الحاجات الفخار دي؟ ثلاثة دول كبير وسط صغير. ثلاثة مع بعض ب 200. ب 200 جنيه. طقم ب 200. والطاجن الفخار ده؟ 20. ده ب 20؟ حلو قوي قوي. ودي ايه؟ زي شمعدان؟ تعملي فيها بطاطس فراخ. بصوا يا جماعه الطاجن بتاعها جميل قوي اهو، حلو قوي. دي شمعدان. الشمعدان ده بكام؟ خمس شمعات ب 10. ب 10 جنيه. حاجة زي بصوا كده عندها بقى الطقم ده 90. 3 حلل دول ب 90 جنيه. منهم الالوانات دي برضه. بصوا عندها كمان شكل شيشه اهي، عندها حاجات كتير قوي. لو حد عايز يجي لها يا جماعه الطقم ده حلو برضه. عندها اسعار حلوه. الطقم ده بصوا طقم حلل فخار عامل 90 جنيه بس طقم حلو قوي. وبصوا الحله بغطاها هنا برضو جميله قوي. دي ايه يا حاجه؟ دي شيشه. بصوا يا جماعه اللي هواتي الشيشه. والطواجن هنا، الطاجن هنا عامل كام؟ معالي مثلا رز بلبن كده. بكام ده؟ ب5؟ جميل بصراحه. تعملي خضار. وعندها بصوا حاجات كده اهي، عندها حاجات حلوه قوي. والبجعه دي، البجعه دي تتحط على باب عماره. دي فبر مش جبس. فبر. بصوا شكلها يعني ممكن تتحط في شقه. دي عامله كام البجعه دي؟ دي 350. 350. ودي ايه يا حاجه البتاعه دي؟ دي اناره برضو. دي اناره؟ دي بكام؟ دي 300. ب 300 جنيه يا جماعه. يعني مغالي. هي اسعارها حلوه قوي وهي بتبيع بسعر الجمله. بصوا الطاجن ده بكام؟ الطاجن ده سرفيس ده 50. ب 50 جنيه. بصوا يا جماعه شكله حلو قوي، تعملي فيه اي حاجه حتى لو ام علي في الفرن برضو حلوه قوي. ودي دماسه؟ دي دماسه والخضار وكل حاجه. دماسه يعني. لا حلوه قوي. والسمكه الصغنونه دي عامله كام؟ 10. ب 10 جنيه. لا عندها حلوه. وده بقى سمعدان صغير. بكام ده؟ ده الواحد ب5. ده حلو ده، ممكن ناخده ونعمل منه فكره. بصوا عندها حاجات جميله قوي. مبخره. ودي مبخره مقاس كبير ب 50 جنيه. وبصوا عندها دي برضو وحده اضاءه للي عايز يعمل وحده اضاءه. 15. بصوا المبخره الجميله دي عامله 15 جنيه، حلوه قوي وتطلع الروايح من في ثقوب ليها. والطاجن الصغنن ده بكام؟ 15. 15 حلو قوي برضه. في حاجه كده زي الثلاثه دول جرانيت. بورسلين يعني. دول بورسلين؟ ايوه بورسلين الثلاثه دول. بكام دول؟ ب 200 جنيه. في حاجه زي كده بغطا تحب تعمل خضار محشي. دي بكام دي؟ دي 30. لا جميله ومقاسها حلو قوي. في حاجه زي كده 25 برضه. ده ب 25؟ كميه حلوه. جميل. 25. والاصغر اللي تحته برضه 25. ده 20. ده 15. وفي فازات برضه. بصوا في حاجات جميله قوي. وبصوا بقى الكوبايات والمجات بالاسامي، كل المجات وكل الاسامي. يعني بصوا انا شايفه سيد ومحمد وعمر وسالم وسالي وميار، كل الاسامي. بصوا عندها كميه مهوله، حبيت اوريكم بس اهو. بصوا عندها شويه حاجات جميله قوي قوي. وانا خلاص عرفت المكان وهتشوفني كل اسبوع باذن الله. تنوري يا حبيبتي. الله يخليكي. بصوا الست اهي جميله ووشها سمح وجميله وكل حاجتها جميله. وايه رايكم في الجوله دي؟ بصوا دي برضو وحده اضاءه بس على شكل براد. حلوه قوي اهي. وطبعا طقم الحلل ده فكرته جميله قوي قوي. وانا بفكر برضو اخد حاجه زي كده بالغطا. ودي دماسه بقى للي عايز للسمنه وللخضار. والله يتحط فيها سمنه. تحفه. بصوا فكره ان انت تخزين تاخد قد ايه؟ كام كيلو؟ ما شاء الله تاخد لها 10 كيلو ما شاء الله. لا بصراحه عندها كل اللي تفكري فيه. وجمل برضو ده وحده اضاءه. الجمل ده اضاءه.
لا ودي عامله كام؟ ده برام بغطا اه 25. عندها حاجات جميله قوي قوي. بصوا انا مبسوطه من المجات الاسامي، يعني ممكن لو انت عندك اسره تاخدي الحاجه هنا من جمله الجمله. يعني هما بيصنعوا جوه وبيطلعوا يعرضوا، يعني ده بسعر الجمله، كل الاسعار هنا بسعر الجمله. على فكره ممكن حد ياخد طقم الحلل اللي على بعضه ده. بصوا الطقم ده هتطبخي فيه ويبقى اكل صحي، ومش هتبقي محتاجه ان انت ترجعي للحلل الالومنيا قد كده. والطاجن الصغنن ده سيرفيس ب 20. ده ب 20 صغنن قوي. بصوا بقى الحاجات طفاية. الصغننه ده، دي عباره عن طفايه. دي طفايه؟ أيوة. ده انا بحسبها طاجن صغير لا. لام علي. لا دول طفايات يا طفاية. جماعه. بصوا برضو دي لونها جميل قوي، دي فواحه. ده لازقه ببعضها. حطي هنا بقى الشمعه وهنا وتطلع العطر بقى من هنا. جميل. لا والطاجن ده برضو فكرته حلوه قوي. ده 3 برضه ب 200. ده 3 ب 200. انت هتخليني اجيب لبنتي تاخد جهازها من هنا، بس دي مكسور فيها حتت. فيها حتت. وعندنا المغربي برضو، عندنا الطاجن المغربي ولا يهمك. بصوا دي، عندنا الطاجن المغربي. بصوا الطاجن المغربي ده اللي هو ليه الغطا ليه كيرف عالي كده، عشان لو هتحطي الرز بكنيش. عليه زبيب يعني وحاجات زي كده على الرز. في ناس بتحب تعمل الحاجات دي. بس بكام بقى الطاجن المغربي ده؟ ده 75. 75 بس شكله حلو قوي. جميع الاشكال منه، في البن اللي بره. وطقم الحلل ده برضو داخل فيه الوان. بصوا خضرة وحمراء، بصراحة الالوان جميلة قوي. وفكرة الدماسة دي انا افتكرتها دماسة، بس هي بتقولي بيتحط فيها سمنة، فكرة حلوة قوي. حط فيها سمنة. واكيد طبعا بتعمل فيها الخضار. يعني زي التورلي كده. جميل. بس هي فكرتها كسمنه حلوه، على اساس ان ايه بتحطي فيها السمنه حضرتك تفضل للسنه ما تتاثرش، يعني بيتعيش معاها في السمنه في سنه. بتبقى تحافظ على السمنه وريحتها، بتبقى كأنك لسه جايباها النهارده. لو قعدت من السنه للسنه كأنك لسه جايباها. وبصوا الطقم الطواجن ده جميل قوي، انا هاجي اجيبه لبنتي، شكله عاجبني قوي، عامل 200 جنيه. في الوانات برضو حلوه. طب والحله دي، حله الفرداني 50 ب 50. بس بصوا هي واخده طبقه ايه على الوش بقى؟ ده بورسلين. واخده طبقه بورسلين على الوش. هو فخار بس واخد بورسلين. لا فكرته حلوه قوي قوي. بصوا جوله جميله، وانا خدت اهو حاجه وجبنا قله. اللي زي كده ده بقى اللي من غير لمعه خالص. انهي الاحلى؟ هما الاثنين يعني، بس ده بيدي طعم شويه ده بيدي طعم للاكل. بيدي طعم سنه شويه في الاعلى شويه. ايوه. لكن هو كلها. وده بقى اللي مش واخد لمعه ده بكام؟ الثلاثه دول 75. بصوا بقى الثلاثه اللي هناك عاملين 200 جنيه، والثلاثه دول عاملين 75 عشان مش مدين الطبقه اللمعه. بس على فكره يا جماعه خدوا بالكم، ده هيبقى صحي اكتر، لان هي بتقول لي ده بيدي طعم في الاكل اكتر من اللي ليه لمعه. بس هو كله اول على اخر يعني الفخار صحي. طب خلي لي دي معاكي. من غير لمعه هو واخد يعني. بصوا يا جماعه في حاجه كمان. بصوا بالنسبه للناس اللي من هواة القهوه، بصوا بكام مج القهوه ده؟ ده 5 ب5 جنيه. عندنا كنكه القهوه، عندنا براد لسه بنعمل. بكام بقى طقم القهوه اللي هو الكنكه بالفنجان ب 15؟ الكنكه بالفنجان ب 15. بس احنا لسه شغالين فيهم، هم خلصانين يعني ما عندهاش النهارده. بصوا في كمان اللي هي السلاطين بتاعت الشوربه، شايفين بكام بقى مج الشوربه ده؟ عشان يوضح لهم اكتر. بصوا مج الشوربه ب5، بس حلو قوي. ممكن برضو ندخله الفرن صح؟ هو فرن. بصوا يا جماعه يعني ممكن حتى تعمليه وتحطيه حلو، وتعملي فيه حادق ام علي في الفرن. بس الفكره بتاعته حلوه، وكمان سعره كمان حلو قوي، كونه ان هو ب5 زي كده برضو ام علي. اي حاجه الطواجن دي لام علي الثلاثه ب10، يعني مش ب5 اهو، يعني كده الثلاثه ب10. ده 3 ب10. والطاجن الصغنن ده ب10 جنيه. حلو قوي. هي عندها كميه حاجات اهي. الكنكه اهي لقيناها، دي الصغيره، احنا بنعمل في الكبيره لسه. دي بقى الصغيره بالمج بتاعها. ب10 بالمج. في الاكبر 15 بس المج لازم يكون نفس اللون، لان بصوا دي مش ده اللي كنكته خلصانه.
يعني حضرتك الكنكه بتاعته خلصانه. اه يعني مفيش كنكه اكبر من كده؟ اللي خلصانه ما هي حضرتك بنعمل فيها. لا بس فكرته حلوه قوي. ده 4 بصوا ب10. في طواجن ده 4 ب10 حلوه قوي. حلوه قوي ده برضو، ممكن بفكر اخد منه. بنتي عايزه كل حاجه في ده 5 ب10. ده 5. لا بس برضو ده حلو قوي. وده الواحد ب5 احنا هنقول عليه، وده ب15. بصوا يا جماعه الطاجن دوت ب 15. تحطي مثلا نص لحمه بالباميه، ياخد معاكي نص لحمه وتحطيها في الطاجن بالباميه بتاعتها. جميل. لا عندها حاجات جميله قوي. بصوا ودوت ده مقاس اكبر شويه. ده 3 ب10 برضه، مش اكبر ولا حاجه. ده 3 ب10. وده 4 ب10. وده 4 ب10. دول بقى عشان تعملي زبادي. ال4 ب10 حلوه قوي قوي. عندها بصوا تشكيله جامده. انا بحاول اجي لكم من ورا عشان تشوفوا التشكيله اللي عندها، وعايزه اوريكم بقى اللي يلاقي اسمه اهو. احنا لسه بنعملها كمان. الاسامي اهي، محمد ومحمود وكل الاسامي معانا اهي اهو. اتمنى الجوله تعجبكم. بصوا فيها كل حاجه، تقدروا تقولها المكان دوت هتلاقوا عندها كل حاجه بسعر الجمله. هم بتقولك جمله الجمله لان هم بيصنعوا وبيخرجوا يعرضوا الحاجات بره. بصوا عندها كمان بصوا حاجات جميله قوي قوي. يعني ده المكان اسمه الشارع الجديد، شبرا الخيمه، الشارع الجديد، محطه هميس. محطه هميس ابو الهنا، ورا جامع ابو الهنا. جوار ابو الهنا، مش جوار جامع ابو الهنا. احنا جنبه. ايوه ايوه. بصوا انا طبعا مركزه لكم على الاسامي اهي علشان اللي يلاقي اسمه يجي ياخده مع الست الجميله دي. اسمك ايه؟ اسمه محمد. محمد. اتمنى الجوله تعجبكم واشوفكم بخير في الفيديو القادم. الى اللقاء. باي باي. سلام عليكم.